وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما تيجي النهارده كده بقى ايه، نخزن شويه فلفل كده حمر، انما ايه تحفه. بصوا الفلفل احمر وجميل ازاي، بسم الله ما شاء الله. كنت في السوق النهارده ولقيت الفلفل عجبني، قلت طب انا اجيب شويه فلفل كده واخزنهم بالثوم كده. مفيش مطبخ طبعا ما بيستغناش عن الفلفل. هتحطيه على سمك، هتحطيه على مكرونه، هتحطيه في بدنجان. عامةً هو يعني بينفع في كل حاجة الفلفل الأحمر. طبعًا أنا مش هاعمل الفلفل الأحمر لوحده، معايا 4 روز توم فصّصتهم برضه، وهنا بقى غسلت الفلفل وتعالوا بقى مع بعضينا كده نقطّعوه كده مع بعضينا، نطلّع البذر منه. بصراحة الحمار بتاعه جميل جدًا، 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 بسم الله ما شاء الله، وربنا يحسن ما بين إيدينا وإيديكم. وبالله عليكم كده ما تنسوني بلايك وشير، واللي ما دخلش قناتي يخش قناتي يشرفني وينورني. وكل سنة وأنتم طيبين ويعود عليكم الأيام بخير يا رب. وبالله عليكم تدعوا لأمي وأبويا وأخويا بالرحمة، وربنا يخليكم ليا وما تحرم منكم أبدا. ويا رب اللي ما حجش السنة دي وعيده بحجة كده إن شاء الله. هنا بقى طبعا بعد ما نضفت كده الفلفل كله وطلعت البذر منه. بصوا بسم الله ما شاء الله، ده كيلو ونص ايه فلفل دولت، وعلى 4 روز توم. همسكهم بقى، اجيب الكبة كده واحط الكلام ده كله كده في الكبة واطحنه طحنة ايه حلوة، بس ما تخلوهوش مميمي كده، يعني ايه يكون متقطع كده. انتوا عارفين الكبة كمان مش بتخلي الحاجة مميمية، لا بتخليها حلوة. اديته كده فرمتين ورحت نازلة بالباقي بقى كده عليه، واديله كمان فرمة. وطبعا هنا بقى ايه بعد ما هفرمه كده كويس جدا، طبعا ايه هنزله بقى في البراطيم. اجيب البراطيم واحطه فيها، بس قبل ما احطه بقى جبت معلقة سكر ومعلقتين ملح. ويلا بينا بقى نفضي في البراطيم كده الكلام الجميل دوت، بسم الله ما شاء الله. لونه هنا جميل جدا جدا جدا. وهجيب شوية زيت بقى كده بعد ما هعبيه في البراطيم. ويا رب النهارده اكون ضيفة خفيفة عليكم، وبالله عليكم ما تنسوني بلايك وتعليق منكم جميل، واقول لكم باي باي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.